فيلم اليوم ببلش مع الأميرة ليانا وهي راكبة على نمرها اللي بيطير. كان اليوم عيد ميلادها وكانت مخططة تقضيه مع أهلها. يا أميرة إليون، الملك والملكة طالبين مقابلتك ضروري ضروري. بس يا سيدي العزيز لما توصل القصر بتلاقي الدنيا مكركبة والوزير بولينارد معلق بالثريا وفي وحشين كبار ملونين بدهم ياكلوه، وبالآخر بيطلعوا هدول الوحشين هم نفسهم أبوها وأمها. بنرجع فلاش باك لورا سنة وبنشوف كيف أهلها فاتوا على غابة مسحورة وانصابتهم لعنة حولتهم لها الوحوش، ونصي بنتهم إليان بالمرة، ومن وقتها وهي بتدير بالها عليهم بالسر. بنفس الوقت الجنرال كاردونا بتحاول تشوف الملك والملكة بس كل مرة بصرفوها وبحكولها مش فاضيين. إليان بتكون متوترة ومضغوطة من هالسر اللي مخبيته. أنا معايا أخبار عن الرسالة اللي بعتيها لعرافين الشمس والقمر. فجأة بيوصل طير معه رسالة من عرافين الشمس والقمر بحكولها إنهم دريانين باللعنة ورح يجي يساعدوها. وزراء إليان نزارة بولينارد بقعدوا بتناقشوا إنه إليان ممكن تستلم الحكم بما إنها كملت 15 سنة. بتخبرهم إليان إنه العرافين جايين، فبيتفقوا إنه إذا فشلوا العرافين هي بتصير الملكة. بحفلة عيد ميلادها اللي كلها كركبة أبوها وإمها الوحوش تقريباً كانوا رح ياكلوا واحد من الحراس. بيوصل ضفدع عملاق وبنزل منه العرافين الاثنين الصغار الزرق، ولسه العرافين بدهم يبلشوا يشرحوا كيف يفكوا اللعنة بمفتاح سري بس إمها بتبلعهم. بس ليان بتلحقهم وبتعرفوا إنه هدول ضيوفنا. ببلشوا العرافين يهربوا وبنطوا من الشباك وببلعهم الضفدع. لا إليان بتتحطم نفسيتها وبتحكي لنزارة تجهز لتتويجها. بتحاول تروح تصالح أهلها بالكيك وبتبلش تحكي لهم عن ذكرياتهم، فبتنزل إمها وبتفكر إنها تذكرتها بس بتكون نازلة عشان تاكل الكيكة. وتاني يوم الصبح إليان بتكتشف إنه أهلها هربوا من القفص وبكونوا عاملين فوضى كبيرة بالمدينة، والجنرال كاردونا وجنودها بحاولوا يمسكوهم. إليان بتنزل لتساعدهم وبتحكي لأهل المدينة إنه هدول الملك والملكة بس انصابوا بلعنة وحولتهم لوحوش. كاردونا بتحكي لها إنه لازم ننفيهم برات المملكة وإنه لازم إنت اللي تصير الملكة. إليان بتكون رافضة فكرة بعد أهلها عنها. إحنا لازم نحررهم. فجأة إليان بتلاقي المفتاح السحري تبع العرافين ولما بتشغله بيطلعوا منه، فبتعمل معهم اتفاق برجع لكم المفتاح إذا بتساعدوني. أنا وأمور طبعاً هنساعدك. خلاص موافق. ابعدوا الوحوش عن هنا. فبتطلع إليان وبتحاول تستخدم المفتاح السحري على الجنود وبتأمر الأقفاص يبلشوا يتحركوا. إليان وأهلها الوحوش بأقفاص متحركة وصاحبها البنفسج الصغير فلينك بهربوا من القصر، والجنرال كاردونا وجنودها بيلحقوهم. إليان بتستخدم المفتاح وبتحول السجادة لعربة. وفلينك ببلش يستخدم المفتاح ليعمل عوائق للجنود. مستشارك الحكيم ومرشدك كمان. وبهالمطاردة بولينارد وفلينك بتبادلوا أجسامهم بالغلط بسبب المفتاح السحري. بولينارد بجسم فلينك بيساعد إليان وبيستخدم المفتاح وبيفتح بوابة للغابة المسحورة وبوصلوا لبيت العرافين. أنا اللي مش كويس. وصلنا الغابة يا فرحة قلبي. بكم ما تاكلونيش. ما تقلقش كده يا احنا هنلاقيهم ازاي؟ وريحان كمان ولحمة مفرومة. مكرونة. قولي مين ما تقول. تيجي نتجنن وناكل عيش محمر حلو، اصل انا حاطه في الفرن. جابت معاها الوحشين. يا أميرة عرفتي تيجي. اعتذر لكم ان ماما حاولت تاكلكوا. ادي البلم بتاعتكم.
إليان بترجع المفتاح. نبدأ الشغل؟ فكوا السحر. البلم مش هترجعهم لطبيعتهم. ترجعوني أنا صح؟ لا بتقول إيه؟ ما تعرفوش حد يساعد؟ مفيش أي حد يقدر يفك السحر ده؟ هم دول انتوا سلوك مخكوا ضربت. العرافين بيحكوا لها عن العلاج، لازم يوصلوا لقمة الجبل ويدخلوا بركة النور، وبيحذروها من الغضب لأنه هو سبب لعنة أهلها. مش فاهم ايه اللي بسطك قوي كده. ده في إشارة نور هناك. فبيبلشوا رحلتهم لناحية بركة النور، وهم بالطريق بتشوفوا الجنود لاحقينهم، فبتاخدهم إليان وبتخبوا جوات شجرة. إليان بتكتشف جوا إنه صوتها بتردد بشكل موجات حلوة ودوائر مضوية، فبتطلب من فلانك إنه يحكي ويجرب، بس فلانك بيحكي بعصبية، فالموجات اللي بتطلع بتكون لونها أحمر. هالموجات بتبلش تأثر عليهم، والظلام تقريبا بيسيطر على إليان وأهلها. الظلام بيكون هيمسك إليان، بس أهلها بيحاولوا يساعدوها فبينادوا عليها، فصوتهم بيرجع الموجات اللي لونها أزرق، وهيك بفكوا تأثير الظلام، وهالإشي بيساعدهم يتذكروا شوية شغلات من الماضي وبصيروا يقدروا يحكوا. وهم ماشيين إليان بتحاول تذكرهم بحياتهم، بس بولينارد بضل يرمي بلوط وراه عشان يترك أثر. فإليان بتشوفه وبتحكي له هيك الجنرال رح تمسك أهلي وما رح يقدروا يرجعوا لطبيعتهم. جماعة الجنرال كاردونا بيلاقوا الأثر وبوصلوا لمنطقة رمال متحركة. إليان وأهلها بيعلقوا بالرمال المتحركة بس بيقدروا يطلعوا حالهم. إليان بتحكي لهم إنه لازم نعدي من دون ما نلمس الرمال. أهلها ببلشوا يتخانقوا على أحسن طريقة يمروا فيها. عصبيتهم هاي بتجذب الظلام مرة ثانية، وجيش الجنرال كاردونا بيقرب. طب ما هي دي خطتنا. انتوا ليه دايما ما هي معايا. إليان بتشوف شبل نمر أبيض طائر بغرق بالرمال المتحركة، فإليان بتقرر تروح تساعده. بتطلب من أبوها الوحش يسبح فيها لعنده. إليان بتكون حتوقع، بس بآخر لحظة بتساعدها إمها بلسانها الطويل وبتسحبهم كلهم لمكان آمن. بيرجعوا الشبل لأهله اللي بيشكروهم، ولما الحراس بيكونوا هيقربوا يصودوهم أبوها الوحش بيعمل عاصفة رملية ضخمة وبيخليهم يهربوا. هم راحوا فين يا ترى؟ ملهمش أي أثر. بولينارد بضل متشائم، بس إليان بتطنشه. بعدين بتنتبه إنه أهلها اختفوا، وفجأة بظهر مخلوقات صغيرة كثير شبه فلينك. بيطلعوا بيقدموا لبولينارد يرقة، وليان بتطلب منهم يساعدوها لتدور على أهلها، وفعلا بيساعدوها وبطيروا بليان لأهلها واللي بيكونوا مع النمور البيضاء. إمها وأبوها ببلشوا يشوفوا كيف النمور البيضاء بيهتموا بولادهم، فإمها بتحاول إنها تقلدهم، والنمر الأبيض بحكي لأبوها هدول كلهم أولادي. فأبوها بركز شوي وببلش يتذكر وببلش ينادي عليها يا بنتي، وإمها كمان بتنادي عليها. فالملك والملكة بتذكروا إليان 100%، فإليان بتفرح وبتبلش ترقص معاهم، وبولينارد بحكي لها إنه كان معها حق. فبيبلشوا يركضوا باتجاه بركة النور، وبوصلوا لبركة النور على قمة الجبل. إليان بتفوت على البركة وبتنادي أهلها، بس أهلها كل ما يحاولوا يقربوا منها البركة بتبعد عنهم. بتبلش البركة تفرجيهم ذكرياتهم مع بعض، وكيف كانوا يضلهم يتخانقوا، وكيف عصبيتهم وتفكيرهم بحالهم بس هو اللي جاب لهم اللعنة. إليان بتعصب وبتحس إنه كل تعبها راح على الفاضي. الظلام ببلش يسيطر عليها، فبيبلشوا أهلها يحاولوا ينقذوها وبيحكوا لها قديش هم بيحبوها، بس بيكون الغضب تملك منها. فجأة بيوصلوا الجنود وبيمنعوهم من الكلام وبيحبسوهم جوات القفص، والجنرال بتاخد مجموعة من الجنود وتبلش تدور على الأميرة. فجأة بيظهر قدام الجنود بولينارد وبكون مجمع جماعة الفلينكات عشان يحرر الملك والملكة، فبيهجموا على الحراس وببلشوا يخطفوهم واحد ورا الثاني. فبيروح بولينارد وبيطلب من فلينك إنه يساعد الملك والملكة، وفعلا بيساعدهم وبيطلعهم. وأول ما يطلعوا بيحكوا لهم إنه إحنا الملك والملكة وإيلان محتاج مساعدتنا. وفعلا بوصلوا لليان اللي بتكون عم تتذكر كل ذكرياتها معهم المليانة غضب. فبيفكر الملك بفكرة وبيطلع فوق على البركة وبوقعها على عاصفة الظلام، وفعلا ببلش يختفي الظلام بالكامل، وبتبلش الأميرة ترجع لطبيعتها وتهدى. الملك والملكة ببلشوا يحكوا لها إنهم كانوا غلطانين لما فكروا يبعدوا عنها، وإنه حبهم لإلها هو أهم إشي، وبسبب كلامهم اللعنة بتنفك عن أهلها وبرجعوا بشر زي أول وأحسن. وبولينارد بيرجع كمان لشكله الطبيعي كوزير. وبعد سنة منشوف إليان وهي بتحكي لنا إنه كل إشي تغير للأحسن، وأبوها بيبذل كل جهده عشان يسعدهم ويرضيهم. وبعيد ميلادها 16 بيعملوا لها مفاجأة بحضور كل أهل المملكة والعرافين كمان،
وأخيرا ليان بتعيش حياتها زي أي بنت عادية بدون ما تشيل هم أكبر منها وبين عمرها. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد، وبنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.